ايه اللي حولني من شخص مش عارف ينفع اقول كده ولا لا، بس من شخص ما كانش بيركعها خالص، كنت بصلي فين وفين، يمكن كنت بصلي بس صلاة الجمعة، كنت بكسل جدا جدا ان انا اصلي. ايه اللي حولني بقى وخلاني شخص قدر ان هو ينتظم في الصلاه وما يسيبش ولا فرض، لا ده كمان يصلي الصلاه الخمسه في المسجد كلها. هم والله الثلاث خطوات اللي فعلا غيروا حياتي كلها، حولوني 180 درجه، حسنوا علاقتي بربنا 180 درجه، وخلوني ان انا ارجع من تاني اصلي وكمان انتظم في الصلاه. بس قبل ده كله في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها. الإنسان بطبيعته ما بيحبش الالتزام، عقلك بيحب الراحة، ما بيحبش بقى الروتين المعقد. فعشان مثلا كده لما بتحاول انك انت تدخل عادة جديدة، زي حتى لو كانت روحية، زي مثلا انك انت يكون ليك ورد قرآن، او مثلا انك انت تنتظم في الصلاة، لو عشان بقى الفيديو بتاعنا النهاردة عن ازاي تنتظم في الصلاة، فمثلا لو كانت مثلا انك انت تنتظم في الصلاة، عقلك في الاول بيبتدي ان هو يقاوم. واكتر حاجه بجد بتخلي اي شخص لسه بيبتدي ان هو ينتظم في الصلاه ينتكس ويبتدي ان هو يكسل وما يرجعش يصلي تاني، وهي ان هو بيحط لنفسه معايير عاليه. يعني هو يقول لنفسه انا لازم هبتدي ان انا اصلي ال5 صلوات كلها في المسجد، انا لو ما صليتش الصلوات كلها يبقى انا كده مش كويس، يبقى انا كده ايه وحش. ده غلط على فكره، لان حرفيا دي اكتر حاجه هتخليك انك انت عمرك ما هتنتظم في الصلاه. طيب خليني بقى اقول لك ايه هم فعلا ال3 خطوات اللي حولوني لشخص منتظم في الصلاه وكمان في المسجد. اول خطوه، غير نظرتك للصلاه. انت شايف الصلاة حاجة مهمة وواجب عليك، ولو ما صليتش هدخل النار. غير نظرتك للصلاة على ان هي راحة ليك. يعني بدل ما تقول لنفسك انا لازم اصلي، انا لو ما صليتش هدخل النار، انا لازم اصلي والصلاة دي مهمة قوي، لا، قول لنفسك انا رايح اتكلم مع حبيبي، انا رايح اتكلم مع ربنا، انا رايح افضفض لربنا، رايح افضفض لربنا علشان عاوز ارتاح. لو انت غيرت نظرتك للصلاة بجد دي اكتر حاجة هتفرق معاك جدا، واكتر حاجة هتساعدك انك انت تروح تصلي. لو بصيت للصلاة على ان هي راحة ليك، صدقني هتروح تصلي ومش هتكسل انك انت تصلي. تاني خطوة، في الاول مش لازم تلزم نفسك انك انت تصلي الصلوات ال5 كلهم، لا اسمعني، انا عارف الكلام ده ممكن يكون غريب شوية، لكن صدقني اختار فرض واحد من فروض ال5، ده اكتر فرض تركز عليه انك انت تصليه في يومك. كل مرة هتلتزم بانك انت تصلي الفرض اللي انت اخترته ده، عقلك هيبتدي يتبرمج بان هو يقدر، وده هيخليك ان انت تزود في الفروض وبتبتدي انك انت تنتظم وتصلي الفروض ال5. اما تالت خطوة بقى اللي فرقت معايا جدا بقى، ودي حركة ذكية قوي، لما تيجي تدخل الحمام اتوضى. دي اكتر حاجة هتخليك انك انت ما تكسلش انك انت تصلي، لانك انت لو جيت تشوف ان اغلب الناس اللي هم بيكسلوا ان هم يصلوا، بيكسلوا عشان يقولوا ايه ده انا لسه هدخل الحمام ولسه هتوضى، فده بيخليهم ان هم يكسلوا. فانت لما تيجي تدخل الحمام اتوضى، اول لما الصلاه تأذن فانت هتقول لنفسك الحمد لله انا متوضي، فتروح تصلي على طول، فمش هتكسل انك انت تصلي. ولما لو انت هتصلي في المسجد، حاول على قد ما تقدر انك انت تختار مسجد قريب منك، ما تختارش مسجد بعيد قوي وتقرر انك انت تروحه، لا، في الاول حاول انك انت تختار مسجد او مصلى قريب منك وتنزل تصلي فيه. اخر واهم خطوه، سامح نفسك لو وقعت. مفيش طريق مستقيم 100%، لو جيت يوم فوتت فرض سامح نفسك، استغفر ربنا وارجع من تاني انك انت تنتظم. ما تخليش الشيطان يضحك عليك في الحته دي. الشيطان حلو قوي في الحته دي وشاطر جدا في الحته دي، يقول لك ده انت فوتت فرض، يا عم اقعد يا عم، انت مفكر عاوز تنتظم في الصلاه وانت لسه سايب فرض؟ لو فوتت فرض عادي ارجع وضو، بعد كده ارجع من تاني انك انت تنتظم. ما تخليش الشيطان يضحك عليك في الحته دي. وبجد مش عاوزك تنسى ان اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليها وهيكلمك عنها هي الصلاة. يوم لما تيجي يوم القيامة وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك عبدي انت كنت بتصلي؟ فانت لما كنتش بتصلي تخيل اللحظة دي كنت هترد على ربنا تقول ايه؟ انا بقسم لك بالله ان لو حياتك متشقلبة ومتدمرة، والله لو ابتديت انك انت تصلي وتنتظم في الصلاة، اقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى هيغير لك حياتك 180 درجة، احوالك كلها هتتغير للأحسن، وانت هتشوف ده بعينيك.
بس ارجع صلي وابتدي انك انت تنتظم في الصلاه. لو مشيت على الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، صدقني اضمن لك مليون في المية انك انت مش هتكسل تاني انك انت تصلي. انا عموره ثيرابي كوتش، اتمنى لو كنت انت استفدت مني حتى لو 1%. وما تنساش ان الدال على خير كفاعله، فخليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، وطبعا انت تاخد نفس الاجر والثواب.